افتح افتح يا عدي. دكتور انا من التفتنت يا دكتور. يا عيوني يا دكتور ذبحوني. اقول دكتور متى بيشيلون هالصبيات اللي في ريولي واللي في على يدي هذه؟ قريب يا عتيق قريب. جزاكم الله خير. الله لا يحرمنا منكم يا دكتور. يا الايادي الناعمه ما قصرتوا. شافاكم الله. حسبي الله عليكم يلي كنتوا السبب. يا عتيق ما دريت يا عتيق، انا ما دريت. ما دريت عتيق. حياك الله حياك الله يا عتيق. يدي يا عتيق ما دريت يا عتيق. لا تلومني ما دريت. من اللي سوى فيك كذي يا عتيق؟ هذا الكورة لا حول ولا قوة إلا بالله. كسروك يا عتيق. يعني اللي كسرك يعني اللي كسرك يتكسر أصابعه وعيونه يا عتيق. العدار رقبتي اسم الله على رقبتك. خذ يا عتيق خذ الورد اشتم يا عتيق. ما فيني شدة شوفي. جايب لي إشارة مرور، واحدة صفراء واحدة حمراء. هذه الصفراء علامة الغيرة والحمراء علامة الحب. ايش كذا انا احبك يا عتيق. مسكين يا عتيق. سامحني يا ولدي انا ما دريت عنك. السلام عليكم. وخر الحاج الحمد لله على السلامة. شوي يا اخوي عتيق. على السلامة. الله يسلمك. سامحني يا اخوي استاذ عتيق سامحني. انا يا اخوي ما دريت ان اليوم انك منوم. سامحني يا استاذ عتيق سامحني. الله يسامحك. حسبي الله على كسرك لي تنكسر رقبتي ان شاء الله. تفضل يا عتيق تفضل. كلكم ما دريتوا. شوي كيف حالك خاتشي؟ اهلا صالح يا شلون طيب؟ حياك الله. كان ما دريت كان الا يعني اليوم كلكم ما كسرت رجل واحده رجل ويد والثاني ما انكسره. لا زي اشو. عتيق كيف حالك؟ عتيق بخر هذا عتيق. بدر بعد. سلامات يا عتيق. الله يا ابو. سلامات يا عتيق. الله بربوكي وارجع لك يا عتيق. الله يرضى عليك. لا سلامات ان شاء الله يا عتيق. صدق يا عتيق توني داري ما دريت الا الان. صدقني كلكم ما دريت. كاتبين في الجريده ما صدقني ما دريت الا الحين. دريت الا ايش جايبكم الحين؟ شو مريض يا ايش جايبكم الحين وقت الدوام الرسمي؟ ايش جايبكم؟ وين النظام؟ هذا النظام اللي علمتكم اياه. حسبي الله على الشيطان. صدقني عتيق انا لازم اسوي اجراءات هذه كلها كامله قانونيه لازم. نظام كل شيء بالنظام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا استاذ عتيق. كيف الاحوال؟ كبرى شلونك؟ عساك طيب بس يا استاذ عتيق. وش فيك؟ فتاة انا اصدق ابو بدر ما قال لي الا اليوم. ما قال لي الا اليوم وهذا انا جيت لك الحين. وش اخبارك بس بشرني عنك. هذا ابو بدر يمك سأل عن اخباري. شوف بدر شوف ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. تارك الشغل انت وموظفينك وجاي له المستشفى وفي وقت الدوام يا ابو بدر. ما عليه اللي شغل وياك بعدين ارويك انا. ابو سند الله يسلمك الرجال مريض عتيق مريض يعني. وشلونك بس بشرني عنك. والله ان شاء الله زين. والله انا ان شاء الله بس انا يا ابو سند اشوى من يوم فصلتوني من الشركه وانا بخير والف. فتاة كيف خرعتنا. خلاص يبا شوي مريض. فتاة يا استاذ عتيق. من اللي يقول فصلت؟ اسال ابو بدر شلون اللي يقول. يا ابو سند مريض يلا توكل الله رجال مريض. كلفتون عليه كلفتون عليه عتيق. انا مهلك يا ابو سند تصدق نروح العيال غايب 15 يوم تنأذن وانت اللي قد خصمه والنظام يقول شيء هذا. بداية يا ابو بدر خد موظفينك وروح الشغل. لا بعدين تشوف شيء ما شفته. روح انتو يا موظفينك يلا يا ابو بدر تحرك. مع السلامه يبا مع السلامه اجيك وقت ثاني. بداية تحرك ان شاء الله مشكورين. قدام يلا ان شاء الله. قدام يلا ان شاء الله. مشكورين على الورد يا جماعه جزاكم الله خير.
شلون مكلف نفسك يا ابو سند وجايب لي باقي ورد؟ انا مو الورد بتاتا يا استاذ عتيج، لا الورد ولا غيره، كل شيء يرخص لك. الله يرضى عليك. انت موظفنا. الله يرضى عليك. وبعدين نعم. اذا طلعت من المستشفى بخير ورحت بيتكم مستانس كم من اسبوع، نعم، تعال داوم على مكتبي ولا يهمك. اداوم على مكتبك؟ يعني انا مو مفصول؟ من اللي يقول لك مفصول؟ بتاتا يا استاذ عتيج، ما حد يقدر يفصلك وانا موجود. يعني بتاتا انا مو مفصول؟ بتاتا. حياك الله يا ولد اخوي. الله يحييك والله يا عمي. ببلدك قطر. الله يسلمك يا عمي. والله العظيم اني مشتاق لك وايد. شلونك يا ولد اخوي؟ والله بخير الله يسلمك. كيف حالك؟ والله الحمد لله. انا ما ودي اقطعك لكن شو اسوي؟ سوي يا ابوك ما تقول. الله اكبر. عفتونا. من قال يا عمي؟ عفت عنك. لا ما عفته، هذا كو عندك عمي خميس دائما اعتذر لك والله هو اللي يدري. الله يا خميس قطعتونا كلش؟ لا ان شاء الله منه رايح جايين ورايحين ان شاء الله عندكم، بس انتم ان شاء الله جيتوا تاخذوا العمره ولا تحجون مروا علينا ان شاء الله بنمر بعدين. والله العظيم بعد انا يعني يا عمي يعني على بالي لكن مشغولين. ها؟ اقول احنا ودنا يعني نمرك لكن مشغولين. ها؟ تعال أقول تعال بس الكلام صل على النبي. طيب اقول يقول لك صقر مشغولين. مشغولين يعني عندهم شغل. ايه مشلولين. ما تقول لي انت عمي تقول لي ايش فيه ما يوم تذكر المرات يوم تقول عدل شلون؟ عم يوم عدل ويوم انتكس ويوم عدل بس كذا. حياك الله يا عمي. الله يحييك. اقول احنا مشغولين ولا كان هناك مشغولين؟ ايه سمعت مشغول على خير ان شاء الله. بس اقول شنو عيال عساهم بخير؟ العيال عساهم بخير. ها؟ العيال ام علي واخوانه عساهم بخير. عمي عليكم السلام. مرحبا. من هو ذا من هو؟ هذا علي. ما شاء الله تبارك الله. هذه ولد عمي. هذا ولد اخوك. والله ما شاء الله. هذا علي. اقول شوف علي صار رجال. اول علي انا خابره صغير. لا الوقت شوي يكبر يعني بنادم. ايه يعني وقت كبره. ايه بنادم. سبحان الله. وصغرت على كبرته. الله. اقول انا ودي اسالك سؤال يا ابو علي. ورث عيال ياقوت ايش صار فيه؟ ها؟ اقول الورث حق عيال ياقوت ايش صار فيه؟ سأل علي. سأل علي ما في. سامي يا ابني. انا يا ابوك سلام عندك بيدك. اقول يا ابو علي. نعم. الورث حق عيال عمك ايش صار فيه؟ الورد؟ ايه ورث عيال عمك. عمرك اعطونا فرصه كم من يوم ان شاء الله نرجع لكم خبر ولا سوف اعطيكم ولا طيب. ما قصرت. احنا عاد ان شاء الله قاعدين عندكم من نعرف الخبر شنو. ان شاء الله ما عندي. حياكم الله. الله يحييك والله ونعم يا علي. لا يا ابو فيصل، كلام فيصل عدل. شنو؟ كلام فيصل عدل؟ نعم كلام فيصل عدل. المفروض يا ابو فيصل انك تتابع مشعل، ويوم اتصلوا فيك المدرسه الواجب عليك انك تروح لهم. اشوف كن كلامي ما عجبك يا ابو فيصل. اقول لك شوف انا مشغول ولا انا فاضي بالعربي، لا اروح مدرسه ولا غيرها. كلنا يا ابو فيصل مشغولين، كلنا مشغولين مثلك، لكن عيالنا لهم حق علينا. يا ابو فيصل انا كل شهر اروح المدرسه واسال عن ولدي، اسال عن نتائجه وعن دروسه وعن ايش قاعد يسوي في المدرسه بدون ما يتصلون علي. راح حق عتيج المستشفى؟ خلف العسم راح حق عتيج المستشفى. لا الله رايح المستشفى يا يما، هذه عيار ذبحته الفلوس. اي اكيد سمع خبر الورث. اهل الفريج كلهم سمعوا بخبر الورث،
لا ويدرون بعد ان خميس شيره ويا صقر راحوا قبر علشان يجيبون الفلوس. لا حول الله، انشبتونا انتم مع هالورث يا غالي. ايش في اذا دروا يعني بالورث؟ ايش في اذا دروا؟ خلي الناس يدرون. الناس تطورت، بدات تفكر عدل، وانتم ما رحتوا بهالتفكير. هذا درى هذا ما درى. كنا احنا بايقين على لحد، انتم بايقين على لحد. لا خلاص خلهم يدرون، ما علينا من احد. يا يمه اهل الفريج عيونهم حاره، الله يكفيني شرهم. مطر 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 مطر. ايش رايك بهذا؟ شنو هذا بعد؟ شنو هذا؟ هذا فار. ايش رايك نسوي مثله؟ ما ادري، ابط راسك بهذه. فيصل عيب، تراك ذبحتني انت بمشاريعك التعبانه هذه، قاعد تضيع وقتك وبس. مطر تعرف هذا كم قيمته؟ هذا قيمته 5 ريال، شوف 5 ريال، مع انه صدقني ما يكلف حتى ريالين. اسمع يا باي، امسك هذا بيديك، امسك هذا بيدك. هذا مني. شو اسوي؟ شو خلي هذه مني، وقف خلك يم الطاوله. شو اسوي؟ اعطني وجهك، ارفع فارك هذا في يم وجهك. وقفه وقفه. خلاص وقف خليك ثابت، لا تتحرك لما اقول لك. شو بتسوي؟ باخذ لك صوره انت ويا الفار حقك. تطنز؟ تاخذ لك صوره ولا تصور مشروعك هذا؟ فيصل خليك واقف واسمع الحكي. اكيد بصور مشروعي، احنا ما عندنا وقت، الحين اختبارات على الابواب، ما بقى شيء وتجي الاختبارات، خليك واقف بس. اي والله قربت الاختبارات، الله يعين بس يا مطر. زين وقف، ارفع راسك، ابتسم، خلي فار مالك يبتسم. وقف. 3 2 1. تتزوج رحمه؟ ايه تتزوج رحمه. انا؟ ايه انت تتزوج رحمه. ايه يا عم خلف، انا ما في واحد غيري. الله يهداك يا عتيق، يبا انت احسن زوج لرحمه بنتي. انا فكرت وقررت ماكو احسن منك في الفريج. يا بس انا خلاص غيرت رايي، ما ابي اتزوج انا. ها يا عتيق يا خلاص انا صرفت نظر عن الزواج. عم خلف صرفت نظر عن الزواج انا خلاص. يا عتيق يا ولدي، يبا الله يهداك اسمع، بس انا ريال اكبر منك وافهم منك، الزواج نصف الدين. ايه وش اللي خلاك يا عم خلف تغير نظرك؟ ها يعني الاول رافضني وطاردني وملتهني وملعوزني، الورث ها؟ الورث ها؟ لا 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 يا عتيق، لا تظلم حظك. انا حقيقه بعد انت ما تنومت في المستشفى ضميري عورني يا عتيق، ضميري عور. انا ما انام الليل يا عتيق، اقعد الليل اتقلب ساعه يمين وساعه شمال، اقول حقيقه يعني مسكين الولد يحب بنتي، خليه يستر عليها ومن فريجها. وفكرت وقررت، لقيت ان ما اكو احسن واحد في الفريج مناسب لرحمه غيرك انت يا عتيق. انا عارفك يا عم خلف، ضميرك قشر بصل. عم خلف يعني انت موافق الحين اني انا اتزوج رحمه؟ لو من بكره. ايه والحل يا ابو طارق؟ الحل انك تنتظر يا خليل. انتظر يا اخي، الى متى انتظر؟ انا زهقت، اكثر من كذي ما اقدر انتظر، حتى اللي جاوا بعدي عينتوهم. ادري، ولكن هذا ما له علاقه بموضوعك. شلون ما له علاقه بموضوعي؟ له علاقه بموضوعي، لازم تشوف لي حل يا ابو طارق، انا ما عندي استعداد اصبر اكثر من كذي. الحل يا خليفه مثل ما قلت لك، انك تهدى اعصابك وتنتظر رجوع ابو سمير. يا اخي ذبحتني مع ابو سمير، قلت لك ما اقدر انتظر اكثر من كذي. والله عاد هذا شيء راجع لك انت. راجع لي انا؟ حاضر يا ابو طارق، انا اعرف شلون اتصرف، انا بروح وبكمل على حسابي الخاص، لاني محتاج لا لك ولا للشركه. خليفه؟ اهلا فهد، اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ابو طارق، يا اهلا كيف حالك؟ الله يسلمك. صار في موضوع خليفه يا ابو طارق؟ هذا زميلك في البيت اللي قلت لي عليه؟ ايه يا ابو طارق. مسكين. انا يا صقر. اي من غيرك اجل، من غيرك. لا حول ولا قوة الا بالله. صقر، لوك مخلينا نسكن بيت عمك حسين، مو بأبرك لنا من هنا؟ يا الله يا الله، أنا قد ما فهمت في هالآدمي ما فايدة.
يا ابن الحلال احنا الحمد لله الحين وضعنا غير ولله الحمد، نشكر الله. وبعدين احنا ما احنا محتاجين لهم علشان نروح نسكن عندهم، لازم نبين ان احنا بخير وان احنا ما في حاجه لاحد من هذول. الله يهداك ايش فيك؟ يا صقر يا صقر فشخرة الزايد مو بزينه ترى يا صقر. وبعدين الفواتير بكره جات من يسددها؟ يا ولد شيره يا ولد شيره تعلم، الحين ما في تسديد فواتير، الحين بالبطاقات احنا ما ندفع فلوس كذا. ايش فيك؟ كم مره اعلمك ما منك فايده يعني؟ لازم تملي لي. انا تبي الصراحه انا اروح البرجه اتسبح احسن لي. واليا هالفضيخ ما تصدق على الله تحصل لك مميزه الا وراها، بيروح يتسبح متعلم على البرج، ان شاء الله تغرق في وسط البرجه. شلون؟ نعم انا بتزوج رحمه. يا صدق ما في عينك حياه؟ التزوج اللي ابوها رفضك مرتين؟ ما فيها شيء ما فيها شيء، القسمه والنصيب فوق كل شيء. عود على القسمه والنصيب، انت ما تفهم انت اي قسمه واي نصيب. هذا خلف طمعان بيزوجك على طمع، يبغى يطمع في الورث يلي ما تفهم. قول له يا شاهين قول له. انا اقول له يما استريح، انا اقول له حبيبي يا عتيق، انت يا اخوي يا عتيق الله يهديك. ايش فيك انت يا اخي؟ احنا الحين الحمد لله بالورث هذا تسهلت لنا امور واجد، يقدر الواحد يشتري اللي يبي. يعني بعدين لا تستعجل، يعني رحمه يا اخي، في 60 رحمه موجوده تقدر تاخذ اللي تبي، بس لا تستعجل. تريث. ترى رحمه ما تصلح لك يا عتيج. انا مو بعارفه ايش عاجبه في بنت العسم، ما في زن على بنات الناس. يما ايش فيكم انتم؟ صايرين مثل هامور، لا يدش ولا يخلي السمش يدش. سمعوني عاد، ترى كل ديره عندها لها مصر. نعم وانا قررت اتزوج رحمه، يعني لا تقرقر بربر قرقر جايب اخوك وقاعد ما في. يلا مع السلامه. سمعتوا كلام؟ سمعتوا يا يمه؟ سمعتوا شي يقول؟ هذا ولدك يا خزن ذي مقرود، يقولون المقرود لو يحطونه في قصر يظل مقرود ما يتغير شيء. والله الرجال اللي في قدر خير يسمع كلام عام، يسمع كلام خال، يسمع كلام ام، لكن هذا النحيس ايش نقدر نقول غير لا حول ولا قوه الا بالله. انا اقول يا خالي انت يمه ما دام هو خلاص يعني حاطها في دماغه وجايه في دماغه، ما له داعي انتم بعد ما تقرقرون عليه وتخصمونه. خلوه على كيفه خلاص، كل واحد ياخذ اللي يبي، خلوه على كيفه بس. الا ولدك صقر وريلك خميس ما كلمكم من قطر؟ بلى اتصلوا يا خالي، اتصلوا ويسلمون عليكم كلكم. انا كلمتهم اليوم؟ اي ويقولون ان اليوم بيخلصون اجراءات الورث وبينتهي كل شيء. وين رايحة يما؟ بروح بيت يارتي حصة أبرك من شفت ويوهكم، وورد قلبي عندي اللي حريني وضريني. عمي بعد قلبي، أنا أقول يعني الملكة والزواج في العطلة العودة. الله يهداك يعني يبا ايش حق العطل العود؟ ايش حقه؟ علشان يعني انا راعي ظروف غيري، رحمه ودراستها يا عمي خلاص. اقول يا ولدي المرأة إذا درست آخر شيء وين بتروح؟ بيت زوجها يا ولدي، الله يطول عمرك. إي نعم آخر شيء بتروح بيت زوجها. بعدين أنت يعطيك مدرسة. إي نعم أنت مدرسة، أنت مو مدرسة، أنت مكتبة كاملة. هالمخ هذا مكتبة، الله يطول عمرك، أنت اللي بتعلمها وتنورها. بعدين أقول يبقى العرس الخميس الجاي. الخميس الجاي؟ إيه الخميس استريح يا ولدي استريح على مهلك، لا يطيح بك عرج. بس يا عمي خلف الله يسلمك ويطول بعمرك يا الله. انا ولياء امري مسافرين في قطر عمي خميس واخوي صقر لين يرجعون ونتزوج مثل ما تقول. الله يطول عمرك يا ولدي. يا ابوك هذا عرس فرحه ما تتاجل يا ابن الحلال، الله يهديك. ايه نسوي لهم تليفون ونقول لهم ان عتيج بعرس، واذا بيجون يجون، وراعي المثل يقول خير البر عاجله. اي والله يعني
خير البر عاجله. وينهم يسمعون الكلام اللي قاعد تقوله لي؟ بس انا محرج يا عمي خلف علشان. محرج عشان شنو؟ عشان يا عمي خلف علشان. ايش هالحكي؟ ايش هالحكي يا عتيق اللي قاعد تقوله؟ ايش هالحكي يا عتيق؟ الله يهديك. انا خلف العسل ادور فلوس وراك؟ لا 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 يمكن. انا ابغى رجل ما ابغى فلوس. الله يسلمك يا عمي خلف، بس علشان يعني المهر. في مهر. اي مهر يبا اي مهر؟ شنو راح مفكرك يعني؟ تلفزيون ابي يحب فلوس، شايف البقال عندي ابيع بفلوس؟ لا هاي بنتي نعم قطعه من يوفي يا طول العمر، ما ابيع واشتري فيها فلوس. لا حشا وكلا، يعني حشا وكلا. نعم يا ولدي الله يطول عمرك. شوف مصاريف العرس من إلى على حسابي أنا. نعم أنت ولدي حسبة ولدي أنت يا عتيق، حسبة ولدي طول عمرك. ورحمة بنتي مي رايح فلوسي محل بعيد. اي نعم دهن في مكبتنا يا عتيق. إلا قالوا عتيق نعم أنا مناسب رجل. اي نعم. جرس الباب يا عمي، اروح ابطل جرس. لا تتعب روحك، انا اللي اروح افتح الباب. استريح على مهلك. هلا والله تزوج بنتي. هلا جاي هلا والله. هلا بالشيخ خزن. هلا تفضلي يا هلا وسهلا. على مهلك لا تطيحين، على مهلك. تفضلي. عتيجة قدامي، يلا قدامي. استريحي يا طولة العمر، نجيب لك فواكه. استريحي يا شيخ خزن، استريحي. شيف قالك يا عرب بفواكه من عندك، انا جاي اخذ ولدي وبياي اتفنن وياك وازورك. يلا قدامي. يما ارجوك يما، انا يعني مو باهلي يا تاخذيني يما، ارجوك يما لا تحرجيني. قدامي يا عتيج، قدامي لا يقص عليك خلف قدامي. الله يهداك يا خزنه يا طولة العمر. ليش شيف عتيق جاهل اقص عليه انا؟ الله يا العيار يا الجمبازي. الله انت حب عتيج، انت تبي الفلوس، انت من يابا طاري الورث وانت ميت، لكن حرمت يافا قرش واحد ما بتحصل. تذكر يوم اضطرده مرتين. الحين تبيه الزوجه رحمه، لكن حريمتك عتيج ما بيتزوج رحمه. يلا قدامي. يما ارجوك يما، ايش هالكلام قرش وما قرش يما، ارجوك روحي يما، انا باي يما باي. عتيج اقول لك قدامي لا تخلي يقص عليك. يما الله يهداك، الله يرضى عليك يما، روحي لا تحرجيني قدام عمي يما، روحي خلاص يما، روحي البيت كذي. لكن ما عليك، اقعد خلي يقص على عقلك خرف العسم البخيل. اقعد. حسبي الله عليكم انت وبنته. حسبي الله عليك، الله بينتقم منه اللي قلبه ولي ومعصي عليه. شفتي عتيق امك شو تقول؟ تهمت اني انا اقص عليك. ليش؟ جاهل انت، قص عليك جاهل. لا تحط بخاطرك يا عمي خلف، خلاص العرس الخميس الجاي. الله بالمبارك ان شاء الله بالمبارك. لا تنزعج انت لا تغير رايك. ما علي، لا تنزعج. على مهلك لا تعصب. بس قلب الله يجي عمي. اتحملها نعم. على مهلك لا تعصب. انت لا تعصب. انا محرج منك. لا تخاف ولا تشوف بساعة. على مهلك هاي بقى. يلا مع السلامة. اقول على مهلك لا تعصب. هاي بقى عتيق لا تغير رايك. عتيق لا اقول عتيق والسايق شوي معروف منه زوج بنتي. يا هلا والله هلا. شوي يا عتيق. اسمع يا عزيزي، السعر يختلف. نحصل بألف، ب1500، ب2000. الحصة؟ لا، المادة الواحدة. شوف فيصل، هو بالنسبه للسعر ما في مشكله. السعر 1000 2000 1500 مو قضيه،
بس يعني ايه منين نحصل المدرس؟ ها؟ لا مشكلة. قول لي تبغى مدرس من داخل المدرسة ولا مدرس من خارج المدرسة؟ والله اي شلون يعني؟ شلون يعني افهم؟ انا اقول لك شلون. يعني تبغى مدرس يدرسنا من مدرستنا ولا مدرس يدرسنا من برا مدرستنا؟ زين شو الفرق بين هذه وهذه؟ انا اقول لك اذا كان مدرس مدرستنا بنضمن تلخيص حلاوه، تلخيص فظيع غير تلخيص الفصل، وانا افضل انه يكون مدرستنا. منك انت يا محركش. انا ادري، اقول بقلبي اكيد انت ماخذ دروس خصوصيه وما حد يدري عنك، ما تعلم احد. صدقني يا مطر ما اخذت الا درس واحد في اول ثانوي. مسكين. غير ياخذون كل المواد، كلهم ياخذونهم. انت باول ثانوي درس واحد شلون يعني؟ المهم الحين انا المهم عندي الكيمياء معقدني يا فيصل، معقدني. حتى بالصدق والله حتى الفيزياء انا تعبان. انا مو مشكله، انا بالنسبه لي تاخذ كيمياء وفيزياء. يسلم راسك. تمام يمه، انا ريال فهميها مو ياهل. خلاص يلا استنى راسي ولا تعوره. على الهواك سوي اللي بتسويه، ما دريت انتوا سمعتوا كلامي. بالعدال يمه بالعدال. الله يهديكم. انا ماني بداري ليش خلط هذا مستعجل على العرس. شو اللي معجله؟ اللي عاجل يبي الفلوس ود العسل، يبي يلهف الفلوس مستعجل، بس هذا ما يفهم. قالوا باجله قالوا لوبه. يا خالي لا تحط في ذمتك، لا تظلم بختك. خلف العسم مو طمعان لا في الفلوس ولا غيره. يعني ما يبي فلوس؟ لا يا خالي، خلف العسم هو اللي جاني وخطبني من نفسي وعرض علي يا خالي كل تكاليف الزواج على حسابه. على ليش ما وافق على زواجك قبل ما يطلع لنا الورث؟ يا ايش فيك انت يا امون؟ بس تخرع كل ساعه وخرعتيني، ايش فيك؟ لا تدخلين نفسك في مواضيع مثل هذه. كيفك؟ شلون ما تدخلنا بس تهدفنا تدخلين ايش فيك انت؟ ما اخذنا طول بعرض الله يهديك انت. بعدين كلامها صحيح حمل، كلامها صدق. صح. ليش خلف العسم هذا اللي تحابه وجاك المستشفى واعتذر؟ ليش ما وافق من اول؟ ها؟ ليش؟ ايش معنى الحين يوم طلع الورث وطلعت الفلوس؟ جاوب. صدق انكم ما تدرون عن شيء. خلف العسم فكر بينه وبين نفسه وايد، حصل ان عتيج بن ياقوت افضل واحد تقدم لرحمه. بعدين ضميره عذبه لانه رفضني مرتين، ضميره عذبه خالي. جاء وقال لي اتزوج رحمه، هو اللي خطبني في المستشفى، يعني في غرفتي في المستشفى قال لازم تتزوج رحمه. فيها شيء؟ لا ما في شيء. هذه يابا في ناس وايد طيبين قلب مثلك يا عتيق وسهل انهم ينخطبون وينقص عليهم، ما فيه شيء. انا زوج عتيج يا يبا. يبا الله يهداك، يبا عتيج ايش فيه؟ ريال والنعم. لا يا يبا، عتيج مو من مستواي. اوه يا بنت الحلال الله يهديك، ايش هالحكي اللي تقولين عليه؟ ما يصلح. يا يبا عتيج جاهل وغير مثقف، واصلا ما في تكافؤ بيني وبينه. يا رحمة يا بنتي، يبا هذا حكي مكتوب على ورق، تكافؤ ما تكافؤ هذا حكي ما هو زين. لا عتيج عنده فلوس. يا يبا عتيج. يا بنت الحلال لا تصيحيني يا بنتي، لا تجننيني يا بنتي، الله يهداك بس. يا بنتي انا حارم روحي على حسابك، ما اخذتك تريدي كلها على حسابك من يوم ما ماتت امك، وانا للحين ما تزوجت علشانك، عشان تربيتك. ثوبي ما غيره صار له 10 سنين وكل شيء اللي حصله حقك. قلت تبين كنب، اشتريت لك كنب، انا وهي كنب، فريمات ما ادري عكوز ما ادري مناظر يبنانت، مكتبه يبنانت، تلفزيون، ابوك في عيوني طالع تلفزيون يكفي عليه دفتر ديون الناس. لا تسوين يا بنتي الله يهداك بس. بعدين يا بنت عتيق خوش رجال، كل بنات الفريج تتمنى تتزوج على عتيق. اي عنده فلوس يا بنت، فلوس ملايين يعني مو واحد ولا 6 ملايين يا بنت، ما يشيلونهم في شنط، فخياش الفلوس. خلي ال 14,000 تولي وقولي 6 ملايين فخياش، كم يشيلونهم؟ وايد. زين خلاص يا يبا انا موافقه. ها؟ انا موافقه. شنو؟ موافقه.
خلف قلبي بنتي. بس يا يبا على شرط واحد. وشنو هالشرط؟ خلاص يا عمتي، ايش لا تزعلين نفسك بعد؟ شلون يا يما ما زعل نفسي؟ عتيج يا يما بيتزوج رحمة. خلاص خلي على كيفه. بس يا يما انت ما تدرين، رحمة وابوها ماخذين عتيج على طمع. ادري يا عمتي. حتى يا يما هم منتظرين عمه واخوه بيتزوج ليلة الخميس. ايه انا ادري يا يما، العسل بايع بنته بيعه. ايه والله يا عمي انا كل ما ادش بيتكم اشعر بشعور غريب يا عمي ما اقدر اوصفه. الله يطول عمرك، اي بيتنا جرح جنينه. اقول يا عمي خلينا نعود على سالفتنا. تقول رحمه عندها شرط. الله يطول عمرك يا ولدي، عندها شرط صغينون. شرط صغينون يا عمي؟ بالعكس ان شاء الله يكون عندها شرط كبر. شو اقول لك؟ انا حاضر لكل شروط رحمه يا عمي خلاص. الله يخليك ويطول عمرك، انا من زمان يا ولدي عتيق اقول يا رحمه اذا في ريال فهالفريج ما في غير عتيق، ريال والنعم والخزنه خزنه، اذا قالوا خزنه تقول كأن عسل على قلبي كاتينه. عاد تقول رحمه يعني ان طول عمرك تبي عليك فحص طبي. فحص طبي؟ ايه يا ولدي تروح المستشفى هذا اللي مني القريب وتخلي يسوون عليك كشف عام يعني. انا عتيج اسوي فحص طبي، اروح المستشفى واقول لهم سووا لي فحص طبي. عمي خلاص. اي نعم. انا بتزوج ولا بشتغل خدامه؟ لا يا ولدي انت الله يطول عمرك تتزوج. عمي روح قول حق بنتك رحمه ان عتيج عتيج بن ياقوت صاحي ما في شيء. نعم. عتيج بن ياقوت ما في كوليرا. نعم. عتيج بن ياقوت ما في طاعون. نعم. عتيج بن ياقوت يا بعض الناس هو يتزوج. تعال يا عتيج تعال يا عتيج نتفاهم يبقى نتفاهم. اي تفاهم؟ فحص طبي؟ فحص طبي يا عتيج تعال نتفاهم يا عتيج. احنا هنشوف لك قوة الابصار الحين، عاوزك تبص من خلال الجهاز وبص شوف اول رقم واحد، عاوزك تقول لي اتجاهه منين، شايفه فوق تحت يمين شمال. شوف يا عمي شوفها. شوفها وين فيها؟ اول واحده شايفها فين اتجاهها؟ وين اي سام نعم وين يشوف الدكتور يشوف. انت بتدخل ليه؟ سيبه بحاله خليه هو يشوف. حاضر يا دكتور حاضر. شوف رقم 2 الحين يا دكتور اتجاهها فين اول واحده؟ 2 رقم 2 اول واحده اتجاهها فين؟ شمال اي شمال يا دكتور شمال. بعدين انت بتتدخل ليه؟ بعدين نخرجك برا، سيبه في حاله خليه يشوف. انا بعد خايف عليه يا دكتور بعد نفس الشيء يعني. ثاني مره هنخرجك برا ما تتكلم. حاضر. شوف ثالث رقم 3 قول اول فتحه منين؟ 3 يا دكتور تحت يا دكتور تحت. بعدين احنا قلنا لك ما تقرب ايدك عليه خرجك. انا ما تكلمت يا دكتور. احنا بنشوف نظره ما تتدخل انت خالص. طيب انا ما تكلمت يعني انا ساكت عنه. ان شاء الله انا اخر مره هخرجك. ان شاء الله صدق يا اخوي خلنا. حاضر يا دكتور. شوف بقى رقم 4 شايفه فين؟ 4 ده ما اشوفه يا دكتور ما اشوفه. جهتها يا دكتور جهتها. اخرج بقى انت بقى نخرجك هنا. خلاص يا دكتور انا ما اتكلم مره واحده. اصلا يا دكتور احنا جايين في قطر عندنا شغل احنا بنشوف نظره هو ليه انت تتدخل في كل شيء؟ زين ما انت ما كشفت انت عندنا هنا علمه. طيب دكتور انا دكتور رحت هناك عند المستشفى وقالوا ان احنا بنعطيك تحويل تروح عليه مستشفى الملك خالد في الرياض. قالوا بيعالجوني بأشعة ليزر يا دكتور. انا ما شلون اشعة ليزر شلون؟ لا اشعة ليزر علاجها اكيد وممتازه. مستشفى الملك خالد ده من المراكز العالميه مش موجود منه في العالم يعني علاج هناك زين يعني. ناجح ولازم يروح ما يهمل في عيونك. عسى يا دكتور ما تروح عيوني يعني ولا اعمى يعني. لا بعد اشعة الليزر على طول نظرك يرجع سليم وتشوف زين يعني. ويقدر يتعالج زين.
أشعة الليزر علاجها أكيد عندهم يعني علاج ممتاز يعني. عندهم علاج ممتاز يعني. قام يقول لك هناك العلاج زين، ما عندك شو تسوي هنا. روح هناك بتعالج. شكرا إن شاء الله هيعملوا لك هم علاج ناجح إن شاء الله. مشكور ما قصرت، نشوفك إن شاء الله. يلا يا عمي يلا تعال طلق يا أخوي. مظبوط مظبوط. ايوه ده بتقوم مظبوط. برافو يا مطر. الله لا يا مطر، لا يا مطر، مش الله يا مطر، حرف تاني. يلا بسرعه بسرعه. شاطر. الله ما هي ام يا مطر، ما هي ام. ده انا صوت البح يا مطر. ايوه ايوه كده برافو يا مطر، شاطر. تمام عليك. ابغاك بقى تشوف لي شنو تعال ايدي. استاذ والله تعبت استاذ، شرحك انت ما شو صاير. يلا تفضل يا استاذ. تفضل فاهمين يا ولاد؟ فاهمين اللي انا قلته؟ ولا انتوا زي مطر؟ اكيد فاهمين. تقول يا استاذ محمد؟ نعم. الله فينا انت تعرف هذا التوجيهي يعني. ايه ويعني وتوجيهي وانا فاهم يا فيصل، والمثل يقول يا فيصل من قد وجد. صح يا استاذ، من قد وجد. صح. ايوه